صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو مهم جدا، بحاول فيه معاكم نساعد بعضينا عشان الايام اللي جايه مع الغلا والاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها. ايا كانت التزاماتك وميزانيتك، لو سواء كانت يوميه شهريه اسبوعيه، هنحط شويه افكار اساسيه ليكي في اي وقت داخل عليكي رمضان، داخل عليكي عيد، هنطبق الافكار دي. تعالوا بينا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. هنبدا كده يا جماعه، نقول لابد ان احنا يا جماعه اول حاجه ما نضغطش بعضينا كزوجين موجودين تحت سقف واحد. الرجاله يا جماعه مضغوطه جدا، احنا بنتحمل شويه. انا ما باجيش على الست، بس احنا ربنا خلقنا كده، فخلينا شويه نلطف الامور عشان الدنيا تبقى هاديه، وعشان الدنيا ما تفلتش مننا لا قدر الله، ونقدر نعدي بالفتره اللي احنا فيها دي. اول ما تمسكي ميزانيتك كده هنستعين بربنا ونتوكل على الله. المبلغ اللي معاكي يا جماعه تاكدوا ان احنا كلنا محتاجين معجزه، فكلنا ماشيين ببركه ربنا، بركه ربنا اللي ماشيانا. كلنا بنسعى وبندبر من هنا ومن هنا، لكن في الاخر يا جماعه اللي مكتوب هو اللي هيكون. فخليكي تبقي هاديه راضيه بالمبلغ اللي انت ماسكاه، وتوكلي على الله، هتلاقي الدنيا ماشيه وما تتوتريش. التوتر يا جماعه بيجيب نتيجه عكسيه خالص. خليكي هاديه وثقتك في ربنا ان الدنيا هتمشي بالمبلغ اللي معاكي ايا كان المبلغ، ربنا بيبارك. هنبدا كده، اول حاجه تحددي الاول دخلك، مصروفك اول حاجه. بعد كده هنحدد يا جماعه التزاماتنا بقى، اولوياتنا ورفاهياتنا. طبعا يا جماعه الرفاهيات انتهت من حياتنا اجباري ومش اختياري. معلش تاني، انا لو بجري في الكلام انا مقصره الفيديو، وفي نفس الوقت بقى عندي كلام كتير عايزه اقوله. التزاماتنا واولوياتنا ورفاهياتنا، زي ما قلت مفيش رفاهيات يا جماعه، انتهت من عندنا تماما. احنا مجبرين، ونفهم ولادنا كويس جدا ونوعيهم. وما تخافيش على ولادك او تقولي مثلا معلش وتتاثري قوي مش عارفه اجيب لهم كذا، لا انت تفهميهم، خليهم يبقوا حاسين بيكي وبباباهم. هي الدنيا لازم تمشي كده، محدش الولد لما بيفهم ويحس يفضل سند ليكي، ومش عايزين يبقى قلبنا كده قلب خصايه اجمادي، عشان الولاد يبقوا فاهمين ويقدروا يواجهوا صعوبه الحياه اللي احنا بقينا فيها. هنبدا بعد ما خلصنا رفاهياتنا، مفيش رفاهيات، هنخش على التزاماتنا. جمعيتك، قسطك، قرضك، كل الكلام ده كله يا جماعه ده في المقام الاول. لو هتقطعي من اكلك وتسدديه عشان ما تحطيش نفسك في دايره الديون والاقساط والكلام دوت والغرامات، دي اول حاجه. تمام يا جماعه. بعد كده هنخش في اولوياتنا. اولوياتنا اللي هي ايه يا جماعه؟ الاولويات طبعا اللي هي خزينك، لحومك، توابلك بقى، منظفاتك، اكل العشاء واكل الفطار، الكلام ده كله يا جماعه نحط ليه اساس واحد، وهو انا يبقى عندي منيو. يبقى اساس الفكره هنا يا جماعه في الفيديو ازاي يبقى عندك منيو، لسته بالاكلات اللي انت هتعمليها طول الشهر. سواء الشهر ده يا جماعه رمضان غير رمضان، اعملي لسته لنفسك. مش رمضان بس اللي بناكل فيه يا جماعه، والله احنا بناكل كل يوم، ماشي؟ فانا مش عايزاكي برضو توتري قوي بدخله رمضان ورمضان داخل، لا، رمضان زيه زي اي شهر، نرجع لربنا وبنعمل الاكله نحمد ربنا عليها ايا كان. يبقى عملنا الليسته بتاعتنا. هنحط كل يوم اكل. يعني ايه الليسته؟ متعبه شويه حركه الليسته، بس لما تتعودي عليها هتعجبك جدا. هتبداي تعملي النهارده اكله كذا، انا النهارده مكرونه وبانيه، النهارده رز وملوخيه، النهارده كذا. طب الليسته دي هتحدد لك، الليسته دي هتحدد لك كميه الرز اللي انت محتاجاها طول الشهر بالظبط، كميه المكرونه اللي انت محتاجاها، كميه البانيه اللي انت هتعمليها، كميه اللحمه اللي انت هتعمليها. دي فايده الليسته يا جماعه، او قائمه الاكلات اللي انت هتعمليها دي. هي دي الفايدة من الفكرة دي، ودي الفكرة الأساسية في الفيديو. طب أنا مثلا هقول هعمل 5 أيام رز. طب أنت عندك بتحتاجي في كل أكلة كيلو، يبقى أنت محتاجة 5 كيلو رز. بتعملي 5 مرات مكرونة، بتحتاجي كيسين مكرونة، يعني كيلو، يعني محتاجة 5 كيلو مكرونة. طب لما أروح السوبر ماركت بقى أجيب 10 كيلو؟ لأ، حضرتك بتنزلي سواء كنت بتاخدي مصروفك بأول الشهر كده وتبضعي حاجة الشهر، أو مصروفك يومي. ولو مصروفك يومي يبقى أنا هجيب النهاردة كيلو الرز بتاع النهاردة، واشطب على أكلة الرز يا جماعة في الليستة بتاعتي. تمام؟ يبقى انا ما يفرقش ابدا بتاخدي مصروفك بالشهر او باليوم. الفكره في الليسته انها مسهله مأموريه الناس. حضرتك مش فارق خالص سواء كان فلوسك بالشهر او باليوم. هي دي فايده الليسته يا جماعه. انا النهارده هاخد مصروفي باليوم، يبقى انا محتاجه اكله النهارده يا جماعه رز وملوخيه، يبقى انا عايزه كيلو رز وهشطب عليه، واروح نازله جايبه كيلو الرز وجايبه ربطه الملوخيه. تمام كده، اجلتي خلصت. بتاخدي بالشهر، يبقى انا هشوف في الليسته بتاعتي انا بحتاج 5 كيلو رز، يبقى انا هنزل اجيب 5 كيلو رز. انا اخش السوبر ماركت بقى الاقي في عرض على الرز مش عارفه ال 10 كيلو لا، ما تلكيش دعوه بالعروض.
ربنا موسعها عليكي وعندك إمكانية إنك تجيبي عروض، ربنا يسهلك ويوسع عليكي يا رب ويرزقنا جميعا. ما عندكيش الإمكانية ما تزعليش وتبصي تلاقي ده بتشتري ده مش عارفة إيه، لا أنا دي ظروفي وبحمد ربنا وبشكر ربنا يعني ومشي على قدي. تمام. والدنيا صدقيني طالما ربنا بيسترها معاكي دي نعمة دلوقتي يا جماعة مفيش منها. نعمة ان الشهر بيعدي عليكي ما بتحتاجيش لحد، دي نعمة ما بعدها نعمة في الايام اللي احنا فيها دي. تمام. يبقى انا فايدة تاني معلش لو بعيد الكلام، فايدة الليستة يا جماعة بحدد كمية الرز، بحدد كمية المكرونة، بحدد ده خزينك بقى لسان العصفور مثلا لو بعمل اليوم كذا، حددت كل الكلام ده. بمناسبة المكرونة والرز يا جماعة يا ريت السايب اسهل لكم بكتير، وبتجيبي كيلو يعني كيس المكرونة الملكة او غيرها معلش من الاسامي بنجيب مثلا بيبقى 400 جرام، لا اشتريها سايبة من العطار اللي انت واثقة فيه، هاتيها وحطي يبقى الكيلو هيبقى معاكي كيلو بالظبط. تمام اتفقنا على كده. خلاص يبقى ما تنسيش دي من الحاجات اللي هتوفر معاكي. يا جماعه مش عايزين نستهتر بال100 جرام، لا ما تستهتريش بيها ماشي، كل حاجه دلوقتي بتنفعنا. الحاجه بالمناسبه اتبقى معاكي وانت بتعملي كده، في يوم والله عملتي كميه قليله، الحبه اللي يتبقوا اركنيهم بقى على جنب، لان الحاجات اللي بتتبقى مننا هتوفر معاكي الشهر اللي جاي. فالشهر اللي جاي اللي هيتوفر يا جماعه، يعني انا اتوفر عندي كيلو رز، اتوفر عندي كيلو مكرونه، طب انا الشهر اللي جاي كده بدل ما اجيب 5 كيلو رز انا هجيب 4 كيلو، اذا الكيلو ده وانا بشتري بقى انا وفرت حق كيلو رز. الحق الكيلو الرز ده يا جماعه هيبقى ببند المواسم، حصالة المواسم بقى يا جماعة، حصالة المواسم. دخلت بقى رمضان عليا، دخلت العيد، محتاجة اجيب لبس، الحصالة دي بقى يا جماعة للمواسم. يبقى انت الحصالة دي عندك دايمة كل شهر، مش دخلت رمضان بس، اصل في مواسم مدارس، في مواسم اعياد، في مواسم رمضان، في مواسم والله ناس بتجيب حاجات لاولادها مثلا لسه متجوزة، في حاجات كتير عندنا. يبقى دي ما تنسيش كل شهر اللي هتوفر مني، وما تقوليش مش هيتوفر، لا حاولي توفري، كل لما بتاخدي بالك من حاجتك بتوفري. يبقى ده بند المواسم. تمام. نيجي بعد كده للتوابل. توابلك يا جماعه نجيبها حب ونحمصها ونعملها في الكبه بتاعتنا، وده بيوفر. طب بيوفر ازاي يا لمياء؟ هيوفر بان لما بتجيبي البودره اللي هي توابل البودره، الشعره منها يا جماعه ما بيعملش حاجه، شويه منها ما بيعملش حاجه على الاكل، ما بيديلكيش طعم، فبتضطري تكتري. انما اللي بتجيبيها وتحمصيها ما بتقدريش تكتري فيها. ليه بقى؟ لانها ما شاء الله المعلقه منها بيطعم الاكل. ده بند التوابل. المنظفات يا جماعه بلاش المنظفات الخزعبليه، في ناس مهووسه بالمنظفات. احنا عندنا 3 حاجات يا جماعه: كلور للغساله او للارضيات عشان تمسحي بيها وبيدي ريحه جدا جميله في الشقه. كيلو البريل يا جماعه بيبدا من 5 ل8 عند بتاع المنظفات، براحتك وعلى حسب ظروفك. هتجيبي الازازه تحطي فيها معلقه البريل عليها شويه الملح وترجرجيها وتحطي عليها شويه الميه، هتملى لك الازازه تقعد معاكي حبه كتير جدا. ماشي. عندنا بعد كده المسحوق الاوتوماتيك، اللي عنده اوتوماتيك في مساحيق كتيره يا جماعه، من ضمنها ليدر ومسك. من الحاجات الجميله جدا الكيلو في مسك ب 25 جنيه بالكيلو يا جماعه، جميله جدا وجميله. تحطي شويه ملح الليمون في غسالتك ويظبط لك ويخلي الدنيا زي الفل. بلاش ملح الليمون، كربوناته يا جماعه، ملح الليمون غالي شويه، الكربوناته حطيها واتكلي على الله. ماشي يا جماعه، كده احنا خلصنا بند بقى اللحوم. طبعا برضو نرجع تاني لليسته الاكلات. الليسته دي بتحدد لك كميه البانيه اللي هتستهلكيها. انا بعمل اكلتين بانيه في الشهر، يبقى انا عايزه كيلو بانيه. الاكل مثلا نص كيلو، انا محتاجه كيلو بانيه بس. ما اقولش مثلا برضو ده الفراخ رخيصه دلوقتي اما اخزن. اللي عنده امكانيه التخزين يا جماعه ربنا يوسع عليه، ما عندكيش يبقى انت هتجيبي الكيلو طول الشهر. عايزه كفته الرز يا جماعه النص كيلو لحمه مفرومه عليه نص كيلو رز مطحون بيعمل لك 2 كيلو بيوفر معاكي جدا. 2 كيلو دول توزعيهم كذا اكله على اليوم، وتعملي جنبها شويه رز وشويه سلطه. شويه المخلل يا جماعه دايما يبقى عندك يطعموا اكلك. العشاء والفطار دايما يبقى عندك حته الجبنه البراميلي اساسيه، وشويه الحلاوه دول اساسيين عندك في التلاجة وفي مطبخك. هتعملي سندوتش الجبنه بالليل وتجيبي عندك دايما الجرجير وشويه الخس، سندوتش الجبنه وشويه الجرجير وشويه وخيارتين وسندوتش حلاوه، ادي كده العشاء. الفطار يا جماعه لازم تدمسي الفول، يبقى عندك دائما الفول المدمس معاه مثلا شويه الجبنه، معاه شويه البطاطس اللي ما بيقطعوش في البيت، وده فطارك. وصدقيني كل دي الافكار، صدقوني يا جماعه مفيش حاجه بتدوم على حالها، كل حاجه هتعدي والحاجات دي كلها هيبقى يعني بعد العسر يسر، استحاله الدنيا تدوم على كده. بس الصبر والايمان والرضا بالوضع اللي احنا فيه، وصدقوني مفيش حاجه هتدوم، ربنا ابدا ما بيرضاش بالظلم.
يا ريت أكون وصّلت لكم كل أفكاري. وعلى فكرة فيديوهات كتيرة في الأيام اللي جاية، أنا هاعمل كل فيديوهات توفير فوق ما تتخيّلي. خُشّي على فيديوهاتي هتلاقي كل الأكلات اللي ممكن تتخيّليها. يا ريت بقى اشتراك ولايك.